الحاجات المهمة أوي في الرياضة إن أنت لما تبتدي رياضة لأولادك لازم عينك تبقى عليهم، لازم تروح تتفرج وتركز، ما توديش الولد وتمشي أو تبقى قاعد بتشتغل أو بتعمل أي حاجة تانية تشغلك عنه، خصوصا في الأول. ليه؟ لأن مهم أوي إن أنت تتفرج على المكان وعلى المدرب وأسلوب المدرب مع الولد. مش بقولك إن أنت هتبقى فاهم في التدريب، ولكن أنت فاهم ابنك إيه اللي بيضايقه بجد وإيه اللي بيبسطه بجد. مهم جدا ان المكان يبقى مناسب للتمرين ويبقى محفز للولد، ومهم جدا ان المدرب يكون عارف يتعامل مع الولد ازاي، عارف يحببه في اللعبة ازاي، يتعب ويعمل مجهود بس في الاخر الولد مبسوط. كتير قوي من الاولاد اول ما بيروحوا التمرين يبتدوا يشتكوا ويعيطوا ويدبدبوا، خصوصا الاولاد اللي بيكونوا دايما مش عايزين يعملوا مجهود. فانت لو فعلا بتتفرج وعامل تحليل كده بعينك للموقف كله والاسلوب المدرب وللمكان والاداء الولد، هتعرف تتكلم معاه وتقنعه لو هو حاول يقنعك ان المكان وحش او ان هو عايز يسيب التمرين. ركز مع اولادك، اتفرج عليهم واعمل تحليل كده بعينك، وركز مع المدرب وقف اتكلم معاه، ما تكسلش، عشان دي من الحاجات البسيطة قوي اللي في الاول اللي ممكن تخلي ابنك يكمل ويبقى فعلا بطل ويدمن الرياضة وما يقدرش يبطلها تاني.